السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة أكلة شهية مع أمل صيام. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض العجوة. شايفين طريقة ازاي وجميلة وتقدري تشكليها وتعمليها زي ما انت عايزة. أنا طبعا بدأت معاكم الفيديو بالنتيجة الأول علشان لو هي دي النتيجة اللي انت عايزة تعمليها يبقى ضروري تشوفي معايا الفيديو وتعرفي ازاي عملناه. لو مش هي دي النتيجة يبقى وفرت عليكي وقتك وتعبك. فهي دي العجوة اللي هنعملها النهاردة مع بعض. شايفين أقدر أصبعها وأقدر أكورها وممكن كمان أبططها وبحشي بيها أي معجنات بتحتاج العجوة، سواء بقى هعمل بسكوت بالعجوة، هعمل منين، هعمل قراقيش، هعمل معمول، هعمل أي حاجة تحتاج إن أنا أحشيها بالعجوة. فالعجوة دي جميلة وهتديكي طعم حلو ولذيذة جدا جدا. تقدري تعمليها سادة وتقدري تضيفي عليها أي إضافات بتحبيها زي السمسم مثلا. شايفين الجمال؟ بسيطة خالص وما بتلزقش وحلوة جدا جدا. كل اللي هنحتاجه في الوصفة دي هو البلح الأسمر بس يا ترى نجيب البلحة الجافة ولا البلحة الطرية؟ الاتنين حلوين، سواء جبت البلحة الجافة أو جبت البلحة الطرية الاتنين كويسين. بس هي مشكلة البلحة الجافة دي إن انت هتكون صعب عليكي شوية وانت بتقشريها، بتعذبنا شوية في التقشير بالذات لو هنعمل كمية كبيرة، لكن هتديكي نتيجة كويسة. والبلحة الطرية برضو لما نقشرها تدينا نتيجة كويسة. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هغسل البلح بتاعي واصفيه من الميه كويس جدا عشان لو في اي رمل اتخلص من الرمل ده عشان ما يضايقنيش بعد كده. غسلت البلح بتاعي وحطيته في المصفى يصفي اي ميه موجوده فيه، وهبدا ان انا اقشر البلح بتاعي. هقشره بس لا، ده انا هقشره وهشيل النوى وافتحه زي ما هنشوف مع بعض. دي انا قشرت البلحايه، هبدأ كمان افتحها علشان اشيل النوى بتاعتها واخليها مفتوحة بالشكل ده عشان تنشف اسرع. طبعا هخلص الكمية كلها بالشكل ده ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. وعلى ما اخلص الكمية حابة اقول لكم ان الطريقة الاصلية في عمل العجوة ان انا بقشره وبفتحه كده وبحطه في الشمس في مكان تكون الشمس فيه قوية جدا جدا. في بعض البلدان الشمس فيها بتكون قوية جدا جدا، فالبلح بينشف في خلال 20 يوم، بيكون عامل زي الزلط، بيبقى ناشف جدا جدا جدا. وهي دي البلاد اللي بيعملوا فيها العجوة، بينشفوه كويس قوي وبعدين يفرموه بالمفرمة ويبدأوا يشكلوه ويعينوه بره التلاجة عادي جدا بالسنة، ما بيحصلوش أي حاجة. لكن بما إن احنا الشمس عندنا مش قوية جدا، بعد ما قشرت الكمية كلها هوريكم طريقتين. الطريقة الأولانية إن أنا ممكن آخد صينية منهم وأدخلها الفرن علشان خاطر أحطها ونشوف هنعمل فيها إيه على نار هادية، وأبدأ أقلب فيها علشان أتخلص من أي مية موجودة فيها تتبخر وتساعدني إن هي البلح بتاعي ينشف أسرع. بس صدقوني سواء دخلتيها الفرن أو من غير الفرن هتاخد معاكي نفس النتيجة وهتديكي نفس النتيجة. فلحد ما تطلع معايا طبعا قلبتها في الفرن لحد على نار هادية جدا لحد ما طلعت معايا بالشكل ده ونشفت بالشكل ده. برضو اللي طلع من الفرن لازم هوديه الشمس، والصينيتين التانيين اللي انا ما دخلتهمش الفرن برضو لازم هوديهم الشمس. وهوريكم الفرق ما بين التلاتة بعد ما بنحطهم في الشمس هيديكم نفس النتيجة. يعني ممكن اوفر انا حركة ان انا ادخل الفرن واستهلك غاز او كهرباء، فبحطتها في الشمس وغطيتها كده عشان احافظ عليها من الدبان واسيبها في الشمس الفترة اللي ربنا يقدرك عليها. اهم حاجة تحسي ان البلح بتاعك نشف، ودي النتيجة. مفيش فرق والله ما بين اللي دخل الفرن ولا اللي حتى اللي ما دخلش الفرن، كله ده نفس النتيجة اللي احنا شايفينها. هجيب بقى المكنة بتاعتي اللي انا هفرم فيها، مكنة ايه؟ المكنة اللي بنفرم فيها اللحمة او بنعمل فيها البسكوت. هختار اضيق وش فيها علشان ياخد معايا مرة واحدة بس، اضرب فيها البلح مرة واحدة وابدأ ان انا اضرب البلح بتاعي يطلع معايا ناعم بالشكل ده. طيب بعد ما يتضرب بقى معايا هبدأ ان انا اكوره واشكله واعمل فيه اللي انا عايزاه. شايفين الجمال؟ طالع معايا ناعم وجميل ازاي. طبعا انا ما حطيتوش في مكان يكون فيه شمس قويه قوي، حطيته في مكان عادي خالص فما نشفش معايا النشفان المطلوب. عشان كده انا لازم اعينه في التلاجة او في الفريزر. شايفين الجمال؟ طبعا ايدي بتلزق شويه، طب عشان ما تلزقش كده هضطر ادهن ايدي حاجه بسيطه كده من الزيت وابدا اشكل بقى واعمله براحتي. اهي حاجه بسيطه كده من الزيت، اعجنها كويس قوي واخلطها حلو وابدا ان انا اشوف هخزنها ازاي او هعمل فيها ايه. شايفين الجمال؟ بعد لمسة زيت بسيطة خلت العجوة ما شاء الله جميلة وما عادتش بتلزق خالص. شايفين الجمال والنعومة؟ تحسوا ان احنا محل جامد قوي قوي بيعمل العجوة. يلا بقى، طيب انا هحافظ عليه ازاي او هحفظه ازاي؟ هجيب الكيس من بتاعة التلاجة وافتحها وابدا ادهنها برضو دهنة بسيطة من الزيت واخد الكمية اللي تناسبني وابدا احطها في الكيس، ابططها بقى او اخليها اكورها، اعمل فيها اي حاجة انا عايزاها واحطها في كيس واقفل عليها وهي كده جميلة جدا جدا
وبقت حلوة خلاص. شايفين الجمال؟ طيب انا ممكن احط عليها سمسم، ايوه ممكن تحطي عليها سمسم. هاتي سمسم بسيط كده ورشي عليها. انا برضو كنت عايزه اوريكم انها بتتكور وبتتفرد معايا، بتتصبع معايا بمنتهى السهوله، ما شاء الله جميله خالص. ممكن بقى في المرحله دي اجيب اسمها سمسم وارشه عليها واقفله بالشكل ده. عشان الناس اللي بيقولوا ان احنا ممكن نحط عليها سمسم او نحط عليها حاجه، حطي عليها واعملي فيها اللي انت عايزاه، هي جميله جدا جدا. سواء بقى عملتيها سادة سواء عملتيها بسمسم، الاتنين نفس النتيجة. ممكن اشكلها ازاي؟ ممكن اجيب طبق او قالب وافرد فيه الكيس المدهون زيت واحط فيه الكمية بتاعتي وابططه كده، هيديني شكل معين لو انا حابة اعملهم كلهم بنفس الشكل او بحجم معين. وبس كده، انا كده عملت العجوة بتاعتي جاهزة ان انا اقفل عليها بقى وادخلها الفريزر لو هقعد وقت طويل قوي على ما استخدمها، او لو بستخدمها باستمرار وبسحب فيها اسيبها في التلاجة وابقى اطلعها قبل ما استخدمها بشوية. طيب لو انا منشفاها جامد جدا 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 زي البلاد اللي عندهم الشمس قوية، يبقى خلاص انا مش محتاجة احطها في التلاجة ولا في الفريزر. بس بما ان احنا عندنا الشمس مش قوية قوي، فانا مضطرة ان انا احطها في الفريزر. شايفين الجمال؟ شايفين العظمة؟ جميلة جدا وبتتشكل حلوة قوي قوي قوي، ولا بتلزق جامد بقى في ايدي ولا اضمن انها هتسيح في الحاجة ولا اي حاجة. هي ما شاء الله تديكي نتيجة جميلة واقتصادية جدا، ما عملناش فيها اي حاجة غير البلح الاسمر بس. تعبها كله في انك تحطيها في مكان فيه شمس، وانك تتابعيها باستمرار، انك تقلبيها وتحافظي عليها من الدبان وتبقي مغطياها. وبس كده، سواء بقى سادة سواء حطينا فيها سمسم سواء كورناها بططناها صبعناها، هتديكي كل النتيجة اللي انت عايزاها. هنيجي بقى الخطوة الأخيرة، إن احنا ازاي نعينها في الفريزر أو في التلاجة. الكيس اللي اتفقنا إن احنا بندهنه زيت ونقفل عليها كويس جدا جدا، وبس كده تروح بقى الفريزر أو تروح التلاجة على حسب ما اتفقنا. انت بتستخدميها باستمرار ولا بتقعدي فترات طويلة؟ وهل انت نشفتيها جامد جدا جدا فمش محتاجة التلاجة، ولا نشفتيها وسط زي حالاتي كده فمضطرة ان انا احطها في التلاجة او في الفريزر؟ ودي كانت حلقتنا النهاردة، بتمنى تكون عجبتكم، واقول لكم في رعاية الله، واشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.